السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا جميعا. معلومه سريعه كده عايزه اقولها لكم، حاجه عملتها وحلوه جدا وببلاش، بحاجه بترميها في الزباله وهتنفعك في حاجات كتير قوي. بصوا ده الكيس ده فيه قشر برتقان وليمون، ماشي؟ ده مضروب في الخلاط. اي قشر برتقان او ليمون، اي نوع برتقان، اي نوع برتقان، لارنج، برتقان سره، سكري، بلدي، سفندي. طبعا احنا لسه يعني موسم الشتاء والبرتقال ما خلصش، والبرتقال موجود صيف وشتاء يعني، والليمون صيف وشتاء، وبنرمي في الزباله القشر بعد ما تعصري جمعيهم في كيس في الفريزر. كل ما تجمعي كميه حطيهم في حله على النار مع ميه، بس طبعا القشر يكون مغسول، انت اكيد يعني ما بتعملي عصير او بتاكليه بيكون مغسول تمام. القشر ده اسلقيه كويس جدا جدا على النار، واضربيه في الخلاط بميته بعد ما يبرد، وشيليه في اكياس في الفريزر. بس متعمليش غلطتي بقى دي وتحطيه في اكياس كبيره، تمام؟ انا كانش عندي اكياس كتير فحطيتهم في 3 اكياس، بس اكياس كبيره. انت المفروض تقسميهم كل كوبايه في كيس في الفريزر، وكل ما تيجي بقى تعملي علبه اللي فيها صابون المواعين، هنقول كذا استخدام من ضمنهم صابون المواعين. بصي بقى تحفه، تحطي منه حبه كده، فنجان كده مع صابون المواعين، يخلي لك صابون المواعين ريحته تحفه. لو الصابون بتاعك مالوش ريحه، او لو بتجيبي نوع رخيص مش الشركات الكويسه، او مش التركيبه بتاعت مكه او كده، هي دي تركيبه مكه جميله وريحته تحفه. بس انا حطيته كمان زياده نظافه وحلاوه، وزياده عشان ايدي. هو ما شاء الله التركيبه جميله، ما بتعملش اي حاجه في الايد، بس عشان كمان يعني فايده اكتر، ايدك تبقى طريه وناعمه وما تغمقش، والمواعين ريحتها تحفه لو الصابون بتاعك ملوش ريحه، ونظافه ولمعان، وايدك ما تتضرش خالص من اي نوع صابون مهما كان رديء. لو بتجيبي نوع سوقي سايب ولا حاجه، هتحطي كوبايه صابون مع كوبايه الميه، سوري، نص كوبايه مثلا الصابون، الكميه اللي بتحطيها مع كوبايه الميه مع كوبايه الخليط ده، القشر الليمون على البرتقال ده، هيخلي ايديكي ما يحصلهاش اي اذى، ولا تلتهب ولا تنشف ولا تحرقك ولا اي حاجه خالص. دي حاجه ده كده صابون المواعين. حاجات بقى مهمه جدا، تنظيف الطيور والسمك والكرشه، الممبار، الفشه، الطحال، الحاجات كلها اللي بيبقى ليها ريحه نفاذه دي، واي نوع اسماك. الخليط ده خدي منه كوبايه، ولا تحطي دقيق ولا ملح ولا خل ولا ليمون ولا طحينه ولا الكلام ده كله بقى. انت خدي من ده كوبايه مع الميه في طبق كبير، وانقعي حاجتك، طيور، سمك، اي حاجه، كل الحاجات اللي قلنا عليها حلويات المذبح دي، كل ده تنقعي الخليط ده فيه. اقسم بالله العظيم تمسكي الفراخ كده تحطيها على مناخيرك ولا السمك وتشمي مفيش ريحه زفاره نهائي نهائي نهائي. تحفه تحفه تحفه، يخلي لك الحاجه مفيش ريحه زفاره خالص، ولا هتحطي معاها ملح ولا ليمون ولا خل ولا طحينه ولا دقيق ولا اي حاجه خالص. هو ده بس حاجه ببلاش، حاجه ببلاش، لان طبعا الدقيق غالي والليمون غالي وكل حاجه بقت، والطحينه غاليه جدا، كيلو ب 100 جنيه الطحينه، فالحاجه دي غاليه. فقشر الليمون وقشر البرتقال انت بترميه في الزباله، فكده نضفنا الحاجه، وتنظيف احسن من التاني اللي بتحطي له دقيق والليمون والكلام ده مليون مره. مفيش ريحه زفاره نهائي نهائي نهائي، وببلاش ببلاش ببلاش. مفيش اي ريحه زفاره، ومش هيغير في طعم الحاجه، ولا ليه اي ضرر، ولا بيهريها زي الخل والحاجات دي بتهري الحاجه خالص خالص خالص. تنقعيهم بس في الميه، وحطي من الخليط ده كوبايه مع طبق الميه الساقعه، وحطي حاجتك ربع ساعه نص ساعه، الوقت اللي ظروفك تسمح بيه، وبعد كده اشطفيهم بالميه. بصي هيملط لك كل اي زفاره، اي مخاط بيبقى تحت على السمك في بطنه او على جسمه، او مخاط اللي بيبقى تحت جلد الفراخ، كل ده انسي انسي انسي، ولا ريحه وحشه ولا مخاط ولا اي حاجه، كل ده بيطلع وتبقى زي الفل زي الفل، قشطه كده، فل شمعه منوره. جربوها بقى وادعوا لي ادعوا لي بجد، يعني حاجه خرافه والله العظيم، اختراع.